ما في مثل ما بيقولوا مازوت للسرافيس من بيجيبوا مراقب خط، يعني شو فائدته؟ هلا هي حجه، بس الحجه متمسكين فيها اصحاب يعني هن متمسكين فيه، الشوفيريه، انا هن مالي شوفير متمسكين ولا عندي ايه، بس يعني. هن متمسكين بهالحجه انه ما في مازوت، بس هن تمام. وقت عم يعبوا بفضلوا انه هن اغلبهم بيروحوا يبيعوا المازوت انهم يطلعوا نقله لهون على هلا انا هالمنطقه بعيني، انا بعيني ما شفته وما بحسن. ايه، بس نحن كمواطنين انت ما فيك هلا تبرر عن صاحب إيه السيرفيس طبعا، انه لا هو ما ما عنده مبرر مازوت. أنا ما هو مبرر عنده لحدا. مخصصات، تمام. المفروض بهي المخصصات عم يطلع هو يوصل الركاب، عم يكون في مراقب على. هلا انا بحكم نزلاتي خفيفه كثير على الشام ما بحسن جاوبك. تمام. انت عم تقولي على الموضوع المخصصات، هالمخصصات 30 لتر تمام. عم يطلعوا من الساعة 6 للساعة 3 22 لتر عم يخلصوا. هون شوفير عم سيرفيس. يخلصوا، شو بدنا نعمل بعد ما يخلصوا؟ بده يوقف اجباري. انا ما عم اقول اذا بده يوقف ولا لا، هو حقه بعد ما يخلصوا، بس انا قصدي هي 22 لتر هو عم يشتغل فيهم ولا مثل اغلب السرافيس شوفيرات السرافيس عم يبيعوهم وبيقعدوا؟ لا انا مريح حالي بدي بيع مخصصاتي. هلا عنا ما في بيع، انا مواطن وبنزل وبطلع على الشام، انا ما شفت حدا عم يبيع مازوت، ولكن انت هلا بدنا نحكي المشكله انه 22 لتر ما عم يأدوا، الساعه 3 كم تنتين سيرفيس انتم عندكم للمنطقه عم يخدم؟ بس 15. طيب 15 برايك انت اذا كل سيرفيس نزل نقله يعني 15 نقله بنهار روحه، عندنا عدد سكان هائل، 15 رجعه. عندنا عدد سكان ما هائل عم هون، يكفي. ما بكفي. لا، وفي باصات عم يطالعوا باصات، بس كم الباصات والسرافيس ما بتأدي. المشكله المازوت، يأمنوا مازوت مزبوط للسرافيس مثلا، يعني انا مالي بمشكله انه عم يبيعوا ولا ما بيبيعوا. انا عم بحكي على سبب هي المشكله، يعني هن هل انه هدول المخصصات عم يشتغلوا فيهم اصحاب السيرفيس إيه، عم مشان نحن يشتغلوا. نعرف نطرح المشكله انه عندكم نقص معناتها انتم بالسيرفيس؟ هلا عم يشتغلوا فيهم، وفي مراقب خط، وفي مراقبين لموضوع بيع المازوت، يعني انا متاكد من هذا الموضوع، يعني عم يشتغلوا السرافيس كلياتها عم يشتغلوا. تمام. وأنا يعني دايماً إنه على الخط في وبعرف. في مراقب خط عم يراقب انه هدول تمام. ال 15 سيرفيس اللي انا عندي اياهم كل يوم عم ينزلوا، هن عم يشتغلوا نعم. شغلهم، ولكن عندنا نقص بالسيرفيس. طبعا هلا انا بدي اتشكر الجهات المعنيه، يعني عم تحط كل جهدها، بس بدنا كمان يعني رعايه شوي ثانيه، يعني الموضوع شوية دعم، موضوع يعني شوية دعم مو البلد أكثر. يعني هون يعني بدها عين هيك شوي كمان عليها. يعني المشكلة الأساسية بقى بقطع عن حديثه مو مدة المازوت 22. نحن مسافتنا طويلة من عين الخضراء لجسر الرئيس 50 كيلو روحة رجعة. 50 كيلو 3 سفرات مخصصاتي بس، يعني بعمل 3 سفرات وبروح على بيتي. كيف يعني 3 سفرات روحة؟ روحة رجعة روحة رجعة روحة رجعة. 3 مرات وبتروحهم 3 مرات؟ بروحهم 3 مرات، بس نحن بدنا الطلب انه يزيدوا لنا المخصصات مشان هالمسافة. نحن أطول خط خطنا، يعني مثل خط المدينة بيعطوه 30 لتر، ومثل خط الريف عم يعطوه اللي هو الطويل 30 لتر، فأنت شلون بدها تزبط؟ هي نفس المخصصات تمام. عم يعطوها اذا المنطقة قريبة؟ 22 ايه 22 الفعليه بتنعطى 22 23، انت بتقدرها. فبدنا نحن قديش بتاخذ انت 3؟ كل يوم بس هدول 3 سفرات، اكثر من 3 سفرات لو بيقدم ما في عالم مقطوعه بالطريق من المازوت ما معها مازوت. يعني بدنا نحن زياده الكميه مثل ما كانت، يعني يزيدون 10 اي لتر. ساعات اكثر شيء انت بتشتغل فيها؟ انا بطلع من 6 الصبح لل1 الظهر، هاي خالص انا شغلي كله. أنا قصدي يعني انه بالذروة مثلا الصبح نزلت الموظفين على دوامهم تمام. تكون موجود فيها، تمام. والظهر كمان عم تكون موجود. الظهر ماني موجود لانه بكون انا مخصصاتي خالصه. ليه اذا تمام، بس ليه انت اذا ما بتنطر مثلا نقله بتعملها للساعه 3؟ انستي ايه، انت تعي شوفي من الصبح انا منشان الناس اللي مقطوعه تحت. بهالفترة هي في عالم كمان هون ايه هون بدها تنزل، يعني بتضل الزربه هون للساعه 12 العالم مو بالوعي لتنزل. الصبح تعي صوري هون وشوف منظر. والصبح كل الناس عم تنزل على شغلها، بس الظهر كمان كل الناس بتطلع على بيوتها. ايه يعني طب هلا هو نزل الصبح، نزل الصبح عمل سفرتين والثالثه خلص مخصصاته، ما عاد في مجال ينزل يجيب موظفين. يعني نحن لازم الموظفين او يعني في حدا مثلا عم تتناوبوا السيرفيس انه مثلا ممكن انه انا بدي اشتغل من الساعه 8 للساعه 12 وانت استلم انستي. هلا نحن 15 سرفيس ما بيخدموا بلد كامله ابدا، ما بيخدموا من عين الخضراء للبسيمه اكيد 15 للجنوب، سيرفيس بس لجسر الرئيس. نحن اللي بدنا الاصح موقف نظامي تحت جسر الرئيس، بهالحاله بيتواجد 50 مك سرفيس كامل على الخط، بس ال 15 بينزلوا والباقي بضل قاعد بالوزان، والوزان تبادلي ما حدا بيطلع عليه بالمره. يعني انتم النقطه بالوزان؟ ايه احنا بدنا النقطه للكل العالم، وانا الي وللعالم انه يكون جسر الرئيس. موقف نظامي لجسر الرئيس كامل بيكون خدام 50 خط 50 مكرة. بهالحاله ما حدا ينقطع ولا عاد في عندك ذروه مو ذروه، كلهم مثل بعض. حضرتك هون مراقب الخط؟ مدير خط السرافيس. تمام.
كم سيرفيس عندكم انتم بخدم الموضوع؟ هلا الموجودين تقريبا بحدود ال 55 سرفيس. خطنا الرئيسي نحن جسر الوزان. 55 سيرفيس عم يشتغلوا. عم يشتغلوا على بس قاعدين بجسر الوزان، لا في ركاب بجسر الوزان، حاطينها بالمنفى بالوزان، لا في ركاب، لا في تامين، حتى من الوزان لجسر الرئيس ما في تامين للمواصلات. يعني هلا الاهالي اللي من هون اللي موجودين بجسر الرئيس بدهم يطلعوا على الوزان لحتى يجوا لهون؟ ما في، لا هلا احنا عندنا 15 وحده مفروزين من هون ترتيبات، يعني احنا خطنا الرئيسي وزان مفروزين على جسر الرئيس ال 15 سياره، هدول هن اللي عم يخدموا فعليا، وما تبقى. وفي عندنا 15 وحده جسر الرئيس راحت فردوس شيباني، هدول ال 15 ثانيات منضافين لهون لنهايه الخط. 30 سياره قدام 100,000 مواطن، شو بده يسوي؟ تمام. عم تقولي 55 سيرفيس، هدول كل سيرفيس المفروض يطلع 3 نقلات. المفروض يطلع 3 نقلات، بس هدول ال 55 الاهالي هون عم يقولوا لي 15 سيرفيس. 15 المفروزين على جسر الرئيس، الباقي قاعدين على جسر الوزان، لا شغل ولا عمله. ما ليش بيطلعوا؟ ما لهم، لا ما بيطلعوا لهون، بيطلعوا فاضيين بينزلوا باربع خمس ركاب، ما حدا بينزل على الوزان. عندنا خطنا الرئيس. شو الحل هون؟ انتم ليش ما طلبتوا؟ طالبنا، ما خلينا جهه اللي رحنا عليها، ممنوع ننزل على جسر الرئيس نحن. المواطنين الاهالي كيف بدهم يطلعوا من الجسر على الوزان لحتى يطلعوا؟ والله كان عاملين لنا تبادلي بالاول، نطلع بالباصات النقل الداخلي امنوها من جسر الوزان ونحن نطلع من الوزان. هلا المواطن ما عاد طلع لانه تشتت الخط، صار عندنا فرز 15 وعندنا خط رئيسي هو جديدة الشيباني ضاحت فردوس جسر الرئيس. فينا نقول هذا من احد الاسباب اللي عم يعمل بدهم ينزلوا لنا خطنا، نحن بنطالب الجهات المختصة بتحديد موقف لخطنا تحت جسر الرئيس لتنحل أزمة المواصلات عندنا. تمام. سؤالك للبرنامج، نحن برنامج سؤال للمواطن، هو أسئلة بيطرحوها المواطنين نعم. للبرنامج مشان تنسمع أصواتهم. نعم. وينسمعوا مشاكلهم. شو نعم. سؤالك اليوم للبرنامج؟ هلا سؤال البرنامج انه نحن يعني منطقة أشرفية الوادي وعين الخضراء، خط نظامي لجسر الرئيس من جديدة بيحق لها تنزل على جسر الرئيس، والأشرفية وعين الخضراء ما بيحق لها تنزل. مو معقول يعني بتمنى انه ينظر المسؤولين عن هذا الموضوع بهالامر هذا ويصير عداله بالموضوع، يعني يصير امتداد خطنا لعين الخضراء. هيك يعني بتنحل، فينا نقول يعني 50% 60%. بتنحل 80% اذا نزلوني على جسر الرئيس الخط كامل،